صباح الخير أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتسمعوني فيه. النهاردة الفندق اللي هتكلم عنه في الغردقة هو فندق من مجموعة أزور العالمية. بس قبل ما أبدأ خلوني أعرفكم بنفسي زي ما متعودين كل مرة، واللي لسه أول مرة يشوفني أنا شروق، بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق وأسعارها وأهم مميزاتها وعيوبها. فلو عايزين تسألوا أي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ويلا بينا نبدأ. الفندق ده هو فندق جيفتون أزور، من أجمل فنادق الغردقة في فئته السعرية دي. الفندق 3 نجوم بس مش فئة اقتصادية، هو مستوى أعلى من الاقتصادي بشوية. والخدمة اللي هتلاقوها هناك هتستغربوا ازاي الفندق ده 3 نجوم بيقدم خدمة ممتازة مقابل سعره. الفندق أكتر حاجة بتميزه موقعه، في موقع متميز جدا بيكون في الممشى. كمان بيتميز بشاطئ رملي مميز جدا من أجمل شواطئ الغردقة. الفيو رائع، الفيو بتاع الفندق حلو جدا. الفندق بيقدم خدمة ممتازة. كمان الفايبس بتاع الفندق حلوة جدا، الاستاف هناك متعاون ولطيف. كمان عايزة اقول لكم ان بالنسبة لفيو الغرف بيكون في فيو على البول وعلى البيتش وعلى جاردن، فبتختاروا الفيو اللي انتوا حابينه. كمان الغرف بتحتوي على تكييف وميني بار وتلفزيون. بالنسبة لنظام الإقامة بيكون all inclusive، فطار وغدا وعشاء ومشروبات وسناكس، فكمان تقدروا تختاروا فطار وعشاء زي ما انتوا حابين. بالنسبة للمطاعم في 7 مطاعم، منهم 2 مطعم رئيسي و5 ألاكارت. منهم بيكون مطعم للأكل الشرقي، وفي مطعم للأكل الإيطالي، ومطعم للأسماك، وفي مطعم للأكل البرازيلي والمكسيكي، ومطعم للأكل الآسيوي. طيب نيجي بقى لجزء الاكتيفيتيز كمان. متاح دايفنج وسنوركلينج. دي الفندق بيقدم الخدمة دي مقابل تكلفة إضافية. بيبقى فيه أدوات الدايفنج والسنوركلينج تقدروا إن انتوا تأجروها وتنزلوا تعملوا هناك. البحر حلو جدا، البيتش تحفة، تقدروا إن انتوا تعملوا دايفنج وسنوركلينج، هتتبسطوا جدا هناك. كمان بالنسبة للأنشطة في ملعب تنس وكرة طاولة. كمان في البنانا بوت برضو من الحاجات الحلوة جدا اللي هتتبسطوا فيها. بالنسبة لسياسة الأطفال بيكون الطفل الأول أقل من 12 سنة والطفل التاني أقل من 6 سنين. طيب بالنسبة بقى للأنيميشن، تيم الأنيميشن حلو جدا وأكتف جدا، بيقدم فقرات حلوة قوي. كمان في حفلات يومية فهتتبسطوا جدا هناك. كمان انا كنت قلت لكم ان في 7 مطاعم، في كمان 7 بارات، فتقدروا تاخدوا الدرينك بتاعكم في اي مكان. كمان مستوى الاكل حلو جدا وفي تنوع كتير في الاكل. فبالنسبة للاكل المستوى كويس جدا. وفي تنوع، كل يوم بيعملوا أكل متنوع عن اليوم اللي قبله. يعني يوم اللي هو مثلا مشويات، يوم أسماك، يوم أكل عادي شرقي متنوع، أو يعني كل يوم بيعملوا أكل مختلف. فالتنوع وجودة الأكل ما تقلقوش منها خالص. كمان نسبة الإشغال الأجنبي في الفندق عالية، فده كمان بيساعد ان الفندق يحافظ على مستواه ويكون المستوى كويس جدا وبيقدم خدمة كويسة، والمكان دايما مهتمين فيه بالنظافة. المكان بجد مريح جدا وموقعه حلو قوي. كمان موقعه في الممشى، فبيكون قريب من كل حاجة، انتوا قريبين من كل حاجة، ما بتحتاجوش ان انتوا تاخدوا وقت ولا مسافة في ان انتوا تروحوا اي خروجة. فكمان ده من ضمن مميزاته. كمان عايزة اقول لكم بقى بالنسبة لنظام الحجز، انا لسه ما بدأتش حجز. فلو حابين تحجزوا فندق جيفتون أزور فهو متاح مع شركات سياحة كتير جدا. كمان تقدروا تحجزوه من خلال الفندق دايركت، او من خلال مواقع الحجز، او من خلال الويب سايت بتاع الفندق برضو، او تكلموا الفندق دايركت من خلال الخط الساخن بتاعهم. قدامكم اكتر من طريقة. بالنسبة لشركات السياحة كمان بيكون الميزة ان هي اغلب شركات السياحة بتوفروا بانتقالات ذهاب وعودة، فده بيكون مسهل الدنيا اكتر للناس اللي ما بتحبش يبقى الموضوع صعب عليها في حجز اكتر من حاجة. فالشركة بتتكفل بكل حاجة خاصة بالرحلة.
فبس أهم حاجة قبل ما تختاروا أي شركة اتأكدوا إن هي مضمونة وليها مقر على أرض الواقع علشان تتجنبوا أي نصب ممكن يحصل. نسيت بقى أقول حاجة مهمة، وإن الفندق مفيش فيه أكوا بارك، علشان في ناس بتبقى مهتمة إن الفندق يكون فيه أكوا بارك. الفندق ده ما فيهوش أكوا بارك. فلو انتوا بالنسبة لكم الأكوا بارك مهمة، ففي فنادق تانية في نفس الفئة السعرية دي بتكون فيها أكوا بارك. فلو عايزين تسألوا على أي حاجة أو فنادق بتكون فيها أكوا بارك أو فنادق فرنج انتوا معين انتوا حاطينه، سيبوا تعليقاتكم وأنا هرد عليكم. طبعا انتوا مش محتاجين ان اقول لكم ان الغردقه بلد جميله جدا، من اجمل البلاد في مصر، وفيها انشطه وخروجات كتير قوي تقدروا تعملوها. يعني الرحله بتاعتكم مش بتقتصر على الفندق بس، لا انتوا لازم تخرجوا وتتفسحوا وتعملوا انشطه كتير. كمان في اكتر من جزيره في الغردقه تقدروا تعملوا لها رحلات بحريه. كمان انا كنت نزلت فيديو لاهم حاجات تعملوها في الغردقه، هسيبه لكم في الاي فوق، وهسيب لكم اللينك في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوه. كمان كنت نزلت فيديوهات كتيره لفنادق الغردقه فئات سعريه مختلفه، هسيبها لكم برضو في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوها بسهوله. بالنسبه بقى للناس المهتمه ان هي تروح دهب وشرم الشيخ، هتلاقوا برضو على القناه فيديوهات كتير لدهب وشرم الشيخ، واهم حاجات تعملوها في دهب او شرم الشيخ على حسب المكان اللي انتوا حابين تروحوه. عايزة كمان اقول لكم لو حابين تسألوا عن اي فندق في اي مكان، او حابين تعرفوا اي معلومة عن اي فندق، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. بالنسبة للاسعار فالاسعار متغيرة وبتختلف من وقت للتاني، يعني انا ما اقدرش ادي سعر دلوقتي وحد يشوف الفيديو كمان شهر او شهرين، فالاسعار طبعا بتختلف. فاللي عايز يسأل عن الاسعار يسيب الكومنت وانا هرد عليه. عايزة كمان اقول لكم حاجة مهمة، ان انا حاليا برشح فنادق بس، لكن لسه ما بدأتش حجز. فاول ما هبدأ حجوزات ان شاء الله هنزل على القناة واعرفكم. كمان انا كنت نزلت فيديو عن فندق مارلين ازور، هتلاقوه برضو على قناة، هسيبهولكوا برضو في الوصف علشان تقدروا تشوفوه بكل سهولة. الفندق ده برضو حلو جدا، برضو تبع مجموعة ازور العالمية. هو طبعا مجموعة ازور كلها يعني فنادقها كلها حلوة. وكمان السعر مقابل الخدمة اللي هما بيقدموها فممتاز جدا. فهسيب لكم الفيديو كمان في الوصف علشان تشوفوه. في الاخر بقى عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركه علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. كمان دعمكم ليا هيساعدني ان اقدر اقدم لكم كل جديد. ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس، ولو عندكم اي سؤال بخصوص السياحه والسفر سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وباي باي.